رسالة للإعلاميين حقنا. لما نحتفل ب26 سبتمبر نحاول نخلي الاحتفال هكذا جميل، فيه معلومات للأطفال بطريقة حلوة، معلومات للكبار بطريقة حلوة، يعني أبوها الملل ونحن ندي اثنين يتجابروا بس. حتى المجبارة تكون مجبارة بدون يعني حتى الكلام يكون كلام بدون تشنج بدون تكلف. يعني ليش التكلف والتشنج؟ ما نخلينا طبيعيين مع الناس. انت بيتفرجك مواطن يمني بسيط، واحد ممكن يكون شاب، ممكن يكون طفل، ممكن يكون شايب، ممكن يكون جاهل، ممكن يكون نص تعليم، ممكن يكون متعلم، فتكون الرسالة متوسطة وما فيهاش ملل. استقبلوا رسائل الناس، استقبلوا فيديوهات الناس، حاولوا تشعلوا الدنيا في الإعلام حب وبهجة وبساطة علشان الناس يحتفلوا بالعيد هذا ويحسوا بقيمته وبطريقة حلوة، وتوصل للأطفال والكل بطريقة حلوة. يعني ما يكونش ملل وكآبة وهدرة بس. يعني أوكي تكون كلام وهدرة بس كلام أقل شيء بطريقة حلوة ومبسطة. يعني أما أنه يكون في ملل ورتابة مش صح. طيب حتى في الإعلام ممكن تسوي برامج مسابقات حلوة على جوائز معينة، من يعرف المعلومة الفلانية يحصل جائزة فلانية. المهم انه تتصرفوا بحيث انه يكون الاحتفال مش زي كل سنة بهذاك الملل وهذيك الرتابة وما يوصل لا للطفل ولا يوصل الناس. الآن احنا في سوشيال ميديا، في نت، في يوتيوب، في الدنيا، الناس مشغولين. يعني ما حدش عايز متسمر قدام القناة والله لا يقلبوه. فاحنا نشتي نحتفل بطريقة حلوة ونحاول نحن نوصل معلوماتنا بطريقة تجذب المشاهد اللي عندنا سواء طفل أو كبير. يا منعاه الاحتفال يكون مميز. شكرا.